السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة في قناتكم وصفة مع زهرة. وصفة اليوم المسكوتشو يعني طالع وخفيف وبمكونات بسيطة. بسم الله وعلى بركة الله. هنا أديت المول تاعي للقطر تاعه 22 سنتيمتر والارتفاع تاعه 9 سنتيمتر. هنايا بالنسبة للمول نبدأ به هو الأول، يعني ندير له شوية مارغرين وندير عليه شوية فرينة هكا باش كي ندير الخليط تاعي ويطيب ما يلصقليش ويكون واجد. نبداو به هو الاول، نخلوه دو كوتي ونروحو نوجدو المقادير اللي نحتاجوها باش نحضرو هذا المسكوتشو. هنايا في غيسيبيون حطيت 4 بيض، لازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. لازم البيض ما يكونش بارد باش ينجح معاك المسكوتشو ويطلع معاك غاية من ديري له السكر. هنايا يعني غادي نعطيك كاع الاسرار باش تنجحي فيه. كاين بزاف اخوات يعني يديروا المسكوتشو بصح كي يطيبوه ولا في الفرن يهبط ولا ما يطلع لهمش مليح. هنايا نضيف عليه كاس ناقص اسبوع تاع السكر العادي، ونبدا نضيف في السكر يعني تدريجيا، ونستمر يعني في الخلط بالباتور حتى لي يطلع معايا هذاك السكر ونتحصل على خليط ابيض. لازم نطلعو مليح البيض مع السكر باش يجينا خفيف ويجينا مهوي من الداخل. بعد اللي كملت هذيك الكمية قاع السكر راني خلطت البيض، شوفوا حتى اللي يطلع معايا بهذا القوام. هنا نضيف له عطر الفاني ولا اي عطر تحبوه يعني في المسكوتشو تاعكم. ومن بعد نضيف عليه كاس ناقص اسبوع تاع الزيت. بالنسبه للزيت كذلك نضيفه تدريجيا باش ما نهبطش هذاك البيض. هنا كنت ديروا الزيت تكبوا يعني تفرغوا هذاك الكاس ديريكتومون. هنا البيض كاع اللي طلعتوه غادي يهود لكم، اما لا زيدوه غير بشويه او ميم طون راكم تطلعوه في البيض تاعكم باش يعني تحافظوا على هذاك القوام. يعني المسكوتشو هو وصفة سهلة لكن يعني أحيانا ما ينجحش، يعني ما ينجحش باسكو علاه ما نحترموش بعض لي تكنيك ولا بعض يعني المراحل ما نديروهمش على هذيك ما ينجحش. ولا المقادير تاني، المقادير كي يكونوا ناقصين ولا ما ينجحش معاك المسكوتشو. هنا ضفت كاس ناقص اسبوع تاع حليب. هنا نقلع الباتور ونضيف هنا مغرف كبيره تاع مايزينا. هذا المغرف تاع المايزينا غادي تعطيكم هشاشه وما يجيكمش المسكوتشو تاعكم ثقيل. ضيفوها وغادي تحسوا بالفرق في المسكوتشو تاعكم. ونضيف الكاس الاول تاع الفرينه، نضيف عليه 2 كيس تاع خميره الحلويات، نغربل بالطبع هذه المكونات الجافه ونبدا نحرك بالفوي هكا باش نحافظ على هذاك الخليط وباش ما يهودليش. هنايا الفرينة لازم تغربلوها وضيفوا غير بشوية، يعني الكاس الأول ضفناه ورانا ندخلو فيه يعني في الخليط، ومن بعد نضيفوا الكاس الثاني. يعني دايما الفرينة تاني الفرينة المسكوتشو تاعكم كي يكون ناقص فرينة يطلع لكم في الفرن بعد يهبط يهود لكم. هنا ضفت الكاس الثاني، هذا الكاس اللي يرفد 220 مليلتر، فاني الكيلة دايما تكون ممسوحة. هنا شادرت خليت قيس مغرف كبيرة تاع فرينة في الكاس، ما ضفتهاش كاع على الخليط. دوك تشوفوا عليه نبدا ندخل في ديك الفرينة مليح. قلت لكم باللي المسكوتشو كي يكون ناقص فرينة ما ينجحش معاكم باسكو علاه يطلع في الفرن يعاود يهود، لازم تعطوه حقه من الفرينة. هنا نقسم غير شويه باسكو غادي نديره شويه مغبغي، يعني غادي هذا الخليط نضيف له الكاكاو. اذا بغيتوه يعني ابيض بلا مغبغي ديروا كاع الكميه تاع الفرينه، هي 2 كيسان ممسوحين. ضفت مغرف كبيرة تاع كاكاو ونغربلوه باش نتخلصوا من داك الكتل، ونضيف هنا عطر الكراميل يعني باش يعطيني هذيك الكو تاع الشوكولا ولا تاع الكراميل في المسكوتو تاعي. نحاول ندخل مليح هذاك الكاكاو. فوالا هذا الخليط لازم تحصلوا عليه كي تكتبوا، يعني هنايا تعرفوا باللي الخليط تاعكم ماراش مخصوص فرينه، يعني هذيك الكتابه تقعد لاطخاص تاعها تقعد شويه من بعدها تروح. وهنا هذاك الابيض زدت كملت له ديك الكميه تاع الفرينه اللي بقات لي.
راكم تشوفوا هنا درنا ليكيليبر بين هذا الخليط الأبيض وبين هذاك الخليط تاع الكاكاو باش ما يجيناش الخليط تاع الكاكاو يجينا ثقيل بزاف. هنايا شوفوا كي تكدبوا تقعد هذيك لاطخاس تاع الكدبه تقعد شويه من بعد تروح. هنا تعرفوا باللي الفرينه راهي نيشان، اذا كي كتبتو راحت بالخف تمتم هنا تعرفوا باللي خاصكم شويه فرينه زيدوها. ونحط يعني هذاك الخليط نحط نصف الكميه تاع الخليط الابيض من تحت، ونضيف هذاك الخليط كامل تاع الكاكاو نضيفه في الوسط. وهنا كيما رانا مشعلين الفرن على 180 درجة، لازم الفرن يكون يعني سخون شوية. ونضيف هذيك الكمية من الفوق اللي بقات لي تاع المسكوتشو. يعني كي تتبعيه قاع هاد الخطوات ان شاء الله راح تنجحي فيه ويخرج لك مسكوتشو من اروع ما يكون. هنا بالنسبه باش يعطيكم هذاك الماغبغي قلبوا هذاك يعني الكوردون ولا المطرق تاع الشوا وبداو ديروا بهذا الحركه، يعني ما تكتروش يعني دوره واحده ولا دورتين بزاف باش يعطيكم هذاك اللي في تاع الماغبغي. بالنسبة للفرن تاني طريقة الطياب مهمة باش تتحصلي على مسكوتشو طالع وناجح. هنايا كيما راكم تشوفوا سخنت الفرن من قبل على 180 درجة. نحط المسكوتشو تاعي يطلع من بعد كي يطلع كي نشوفه طلع شوية يعني ما نحلش عليه قاع الفرن، يعني غير من الزداجة نطلع عليه. كي نشوفه طلع نقص له، يعني سيرتو اذا كان الفرن تاعك سخون بزاف نقص له رداه 170 درجة ونخليه ينشف من الداخل. لازم المسكوتشو يطيب مليح، لازم يدي هذيك 40 حتى 45 دقيقة. فوالا بعد لي يطيب وما نحلش عليه قاع الفرن فوالا راني خرجته ويعني بالكيوردون تشوفوه اذا راه ناشف وتخرجوه. هنا الكيك تاعكم يخرج لكم ناجح وراكم تشوفوا في النتيجة ولا اروع. تتحصلوا على كيك شباب وطالع وخفيف تشوفوا كي راه يعني ما شاء الله. ما تخلوش في المول تاعه باش ما يعرق لكم شويه يعني يطلق لكم من دا تمتم. خلوه غير شويه يبرد يعني دقيقه ولا زوج من بعد قلعوه وحطوه سور اون غري هكا وخلوه يبرد. انا بالنسبه للتزيين ما غادي ندير له والو، بغيته كيما هكا يعني ما بغيت ندير له والو. يعني شحال من مره درت كيك حطيته في القناه درت له تزيين بالشوكولا باللوز ايفيلي يعني، واليوم حبيته هكا سامبل يعني باش نغير ونبغيه هكا سامبل. نقطع لكم يعني باش تشوفوه بعد لي برد تماما يعني تقطعوه وتقدموه وشوفوا هذاك اللي فيه تاع الماغبغي كي يخرج شباب ويجيكم طالع ويجيكم خفيف والاهم ما يجيش ناشف. هذيك الملعقه تاع المايزينا اللي درناها تعطيه قوام طري وتعطيه قوام كلي راه مشمخ يعني اسفنجي وناجح. شوفوا كي نضغطوا عليه يعاود يولي يعني يعاود يولي كيما كان. يعني هذه تبين لكم باللي المسكوتشو تاعكم راه ناجح. نتمنى وصفة اليوم تكون عجبتكم وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم.